أهلا بيكم. يا ترى ليه الأفكار اللي بنحس إنها عبقرية ممكن تفشل؟ سؤال محير أكيد كلنا فكرنا فيه في وقت من الأوقات. في تحليلنا النهاردة هنكتشف مع بعض السبب الحقيقي وراء اللغز ده. خلينا نبدأ بالعبارة دي اللي بتلخص كل حاجة. مش كل فكرة حلوة بتنجح، ودي يعني حقيقة محبطة جدا بيعيشها كتير من المبتكرين ورواد الأعمال. إحساس مؤلم لما نشوف فكرة واعدة، فكرة كنا مؤمنين بيها تماما وهي بتنهار قدام عينينا. طيب خلينا نتعمق أكتر. أول نقطة أساسية لازم نركز عليها هي إن الفكرة الكويسة لوحدها مش كفاية، هي مجرد البداية لكنها أبداً مش خط النهاية. والموقف ده كلنا شفناه أكيد، مشروع يبان عبقري أو شركة ناشئة واعدة جداً والكل بيتكلم عنها وفجأة تختفي أو تفشل في إنها تحقق أي حاجة. الموضوع ده بيتكرر لدرجة خلينا نسأل هو إيه اللي بيحصل غلط؟ وده بيوصلنا للنقطة الجوهرية واللي هنكتشف فيها السبب الحقيقي للفشل. هنا بقى هنبدأ نتعمق عشان نعرف إيه اللي بيحصل ورا الكواليس بعيداً عن السطح. أول حاجة بتيجي في بال أي حد هي إيه؟ السوق، صح؟ يمكن مفيش طلب على الفكرة دي، لكن المفاجأة هنا إن المصدر بتاعنا بيقول السبب مش السوق، وده عكس الاعتقاد السائد تماماً. طيب لو اللوم مش على السوق، يبقى إيه هو السبب الحقيقي؟ وهنا بتيجي الإجابة المحورية. الفشل كله بيكمن في ضعف النظام اللي بيدعم الفكرة هذه. ركزوا في الكلمة هذه، النظام. يعني المشكلة مش في الفكرة نفسها، لكن في الهيكل اللي شايلها. عشان كده التركيز لازم يتحول من البحث عن فكرة إلى بناء نظام. وده يخلينا ننتقل للمقارنة الأساسية في تحليلنا النهاردة، الفكرة في مقابل النظام. فهم الفرق بين الاتنين دول هو اللي بيفتح باب النجاح الحقيقي. طيب خلينا نوضح إيه هي الفكرة؟ الفكرة هي الشرارة الأولى، هي الماذا، هي المفهوم العبقري أو الحل المبتكر اللي بتبدأ بيه الحكاية كلها. هي لحظة الإلهام دي، لكنها في النهاية مجرد بداية. أما النظام فهو المحرك اللي بياخد الشرارة دي ويحولها لطاقة، هو الكيف. النظام هو الهيكل، العمليات والأشخاص، كل الحاجات اللي بتحول الفكرة دي من مجرد حلم لواقع ملموس ونجاح مستمر. يعني ممكن نفكر فيها بالشكل ده، الفكرة هي الشرارة، لكن النظام هو المحرك. الفكرة هي الرسم الهندسي على الورق، والنظام هو عملية البناء الفعلية. الفكرة بتقول إحنا رايحين فين، لكن النظام هو العربية اللي هتوصلنا هناك. ببساطة واحدة هي الماذا نريد، والتانية هي كيف سنصل. وهنا النقطة الحاسمة. الفكرة ممكن تكون لحظة عابرة زي ومضة بتختفي، أما النظام فهو شيء بيتم بناؤه عشان يستمر ويدوم. الاستدامة الحقيقية بتيجي من قوة البناء ده، مش بس من جمال لحظة الإلهام الأولى. تمام، دلوقتي بعد ما فهمنا الفرق ده نوصل للجزء العملي والأهم. إزاي نبني فكرة عشان تستمر؟ إزاي نحول الحلم ده لواقع ملموس ومستمر؟ إذن الخلاصة هي إن النجاح مش في إننا نلاقي فكرة عظيمة وخلاص، لأ، النجاح الحقيقي هو في بناء نظام عظيم وقوي حوالين الفكرة دي. دي هي المعادلة كلها. طب إيه هي مكونات النظام القوي ده؟ شوفوا، أولاً الفريق المناسب، ناس عندها المهارات والشغف. ثانياً عمليات واضحة عشان كل حاجة تمشي بسلاسة. ثالثاً استراتيجية متماسكة، يعني خطة طريق توجه كل القرارات. رابعاً الموارد الكافية سواء فلوس أو وقت. وخامساً وده الأهم، التنفيذ المستمر والمتسق يوم ورا يوم. المكونات دي لما بتجتمع مع بعض هي اللي بتحول أي فكرة كويسة لنجاح حقيقي ومستدام. ده هو الجسر اللي بنعدي عليه من عالم الأحلام لعالم الواقع. وهنا بنوصل للسؤال الأخير اللي لازم كل شخص يطرحه على نفسه: هل المشروع اللي بنشتغل عليه دلوقتي مجرد فكرة ولا هو نظام متكامل وقوي؟ الإجابة على السؤال ده ممكن تغير كل حاجة.